ونقول له يابا تعال انت لا تتظاهر، انت صير كيوت تقعد بالبيت واسمع الكلام ولا تتحدث. هذا مو منطق رئيس. البارحة صارت حوادث مهمة في مدينة الكوت ومدينة الناصرية. أنا من بغداد صح، ولكن الآن أنا أحكي وياك أتحدث وياك بيجات ناشرة قال أنه عزيز ناصر ومجموعة من النواب توجهوا للكوت حتى يحلون المشكلة. سيد الرئيس، الناس لما تحتاج تعبر عن رأيها الدستور كفل له الحق، وأيضا المتظاهر يجب عليه احترام القوات الأمنية وما يتجاوز عليها. يعني الموضوع للطرفين. فأنا أتمنى من رئاسة المجلس تتدخل في حلحلة موضوع الكوت والناصرية وتوضيح الصورة للناس. احنا نقول كهرباء ماكو، صرف على ملف الكهرباء 54 تريليون، اللي صرف هذا المبلغ يتحمل مسؤوليته. المواطن جاي ياخذون الميزانية مالته ويقومون بسرقة جزء كبير من عندها، وبالتالي يابا ممنوع تحكي، ممنوع تسولف. هذه مشكلة كبيرة. يا الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا المنبع طيب طاهر يبقى منبع طيب طاهر، وين ما تخلي وين ما تخلي وين ما تجيبه وين ما توديه يبقى منبع طيب طاهر. واللي فاشل وأدب سز واللي ما بقصته غيرة يبقى على وضعيته وين ما تخلي. فهنا عندنا النائب والضابط الشهم الشجاع اللي عرفناه بكل المواطن، عزيز ناصر. وين ما تخليها النائب هذا تلقاه منبع طيب وطاهر. شفت موقفه هو نائب من على بغداد، لكن كل دفاعه كان على اليمن لأهل الكوت وأهل الناصرية، في حين أنه نجد نواب واسط ربما يتحركون وربما قاعد يسعون. أقول ربما، لكن ماكو بالإعلام، ما قاعد نشوف. يا أخي اليوم الحرب للإعلام، الحرب اليوم للإعلام. وانت اليوم المتظاهرين اللي طلعوا بالكوت بالناصرية وطلعوا بالنعمانية، وهاي راح تستمر زين، راح تستمر. هسه أنا قاعد أصور صدقوا بالله وأصبب عرق، لأن قاعد على اليمن على ضول المولدة جاي تولد لنا الكهرباء، خلف الله عليها ساترة علينا وعليكم. وإلا شنو هالمعضلة اللي صارت معضلة المعضلات ومشكلة المشاكل. الدور من تطلع على قولة النائب، من تطلع الدور أنت تحارب، من تطلع الداعب حقك هم يحاربوك بالدخانية، بالمي الحار، بالاعتقالات، ليش يعني شو تريدني مثلا؟ تريدني مثل عهد صدام أظل ساكت وانت تلهط وتلغف وتبوق، وأحدث موديلات السيارات والفلل والقصور والنهب والسلب، وتريد كل الحق وياك؟ مو معادلة شريفة، هاي معادلة مال أدب سزية نواقص. لكن صدقوا بالله اليوم الشرارة بالكوت بالنعمانية بالناصرية، باكر هذا نار يلتهم ياكل الأخضر واليابس، وإن غدا لناظره لقريب. حياكم الله.